البي ام دبليو اكس 1 ليها منافسين كتير شويه في السوق المصري، منافسين زي الفولفو الاكس سي 40 والجي ال اي 200 من مرسيدس، وعندنا برضو الكيو 3 المنتشره بطريقه رهيبه بصراحه، ويمكن اكتر واحده في المنافسه. قبل ما نعمل الريفيو للعربيه ديت، انا حابب اعرف في الكومنتس لو انت قدامك الاختيارات ديت كلها هتختار انهي عربيه منهم وليه. وقول لنا بعد الريفيو هل غيرت قرارك ولا تمسكت بيه اكتر. في الريفيو هنتكلم على العربيه من بره والديزاين بتاعها والانتيرير وتجربه القياده والبرفورمانس او الاداء. فاهلا بيكم في ريف لاين، انا محمد الزيات، والنهارده هنريفيو البي ام دبليو اكس 1 ام باكج. دلوقتي هنتكلم على البرفورمانس. العربيه البي ام دبليو الاكس 1 بتيجي بموتور 3 سلندر بين لاين 1500 سي سي توربو تشارج، بيطلع 135 هورس باور و230 نيوتن متر من العزم. كل ده متوصل على جير بوكس بي سي تي 7 سرعات، بيخلي العربيه ده توصل من 0 ل 100 في 9 ثواني فاصل 2. واخر معلومه، العربيه اللي معانا ده هي اس درايف مش اكس درايف من بي ام دبليو، يعني دفع رباعي. العربيه ده اس معناها ان هي دفع امامي. نبدا باول تفصيله في الفرونت بروفايل او البروفايل الامامي، وهو الرننج داي لايتس. بصراحه الفوانيس بعد الفيس ليفت من بي ام دبليو بقى شكلها اشيك كتير قوي، يمكن حتى الاشارات شكلها بقى شيك. كل حاجه على الفانوس دوت هو من احلى الفوانيس اللي انا شفتها يعني على العربيات كتير قوي، لو حتى مش بي ام دبليو بس، لو قارناها ببقيه عربيات السوق. طبعا الفانوس ده هو بي ام دبليو لاد، فشكله كويس قوي والرينج بتاعه لذيذ، وبصراحه شكله عجبني جدا. وعندنا الجريل، والجريل ديت للتهويه شكلها طبعا حلو قوي. الكدني جريلز المشهوره بتاعت بي ام دبليو، حجمها كبير قوي. عندنا في العربيه ديت اير انتيك او اماكن يدخل منها الهواء عشان التبريد للموتور وللفرامل. عندنا المكان ده كله عشان الموتور، وموجود تحت برضو بشكل شيك قوي. وعندنا المكان ده عشان تهويه على الفرامل. فالعربيه كاير انتيك بصراحه يعني موجود اير انتيك بغزاره. زي ما احنا شايفين كميه التفاصيل، الجلوس بلاك او الاسود اللامع. طبعا في التريمز الثانيه مش الام باكج، ساعات الحاجات ده بتبقى باللون السيلفر او الكروم اكتر. انا عجباني كده جدا مع لون العربيه اللي هو ازرق، لونه بيسموه بيبسي. اللون ده مشهور قوي في بورشه وفي كذا براند. اللون طبعا شكله تحفه بالصبح، وبالليل بيبقى شكله هادي قوي وحلو، وتفاصيل لذيذه قوي. عندنا طبعا لوجو بي ام دبليو في مكانه المعتاد، والذ تفصيله هو التجويف والتضليعات اللي بقت موجوده في الكبوت، بقت بشكل مش عايز اقول مبالغ فيه، هو مايل اكتر لان هو عاجبني بصراحه، ما فيهوش مبالغه. بس شكل العربيه بقى يعني الكبوت بتاعها بقى عدواني اكتر بكتير من الفيس ليفت اللي قبل كده. دلوقتي هندخل على السايد بروفايل، وهو برضو واحد من البروفايلز الحلوه قوي في العربيه. بالنسبه العربيه عملاقه، يعني المفروض اكس 1 ديت هي الانتري ليفل او اول عربيه تقدر تشتريها من بي ام دبليو كاس يو في، بس حجمها كويس جدا من الجنب. عربيه ما شاء الله، يعني كطول وكعرض انا حاسس المساحات اللي جوه هتبقى مناسبه جدا وعائليه. اول تفصيله معانا عشان احنا معانا الام باكج، عندنا الجونت ال 19 التو تون. الام شكله شيك جدا، والديزاين خفيف وشكله رياضي اكتر. وعندنا طبعا الام لوجو عشان زي ما اتكلمنا العربيه ده ام باكج. كمان التفصيله اللي احنا اتكلمنا عليها في الفرونت بروفايل، وهو التجويفات اللي موجوده في الكبوت تقدروا تشوفوها من السايد بروفايل اكتر بكتير. كمان تفصيله المرايات اللي موجوده باللون الاسود شكلها شيك جدا. طبعا المرايات ضم، مجرد ما تفتح العربيه المرايات بتفتح، ومجرد ما تقفلها بتقفل. عندنا الفريم اللي حوالين الازاز عشان برضو ام باكج موجوده بلاك داوت باللون الاسود، شكلها شيك جدا، جلوس بلاك اسود لامع زي ما موجود في العتب. فكل التفاصيل ديت بصراحه الميكس ما بين اللون البيبسي او الازرق اللي بالدرجه ديت مع الجلوس بلاك عامل يعني ميكس رهيب مع الجونت الام. شكل العربيه من الجنب تحفه، وشكلها رياضي، في لمسات رياضيه كتير، في لمسات برضو عائليه، ان هي شكل العربيه سقفها كبير، وشنطه عربيتها اللي هنتكلم عليها حجمها برضو كويس جدا. وعندنا برضو الروف راك باللون الجلوس بلاك شكله شيك قوي قوي قوي. انا بحب الروف راكس بصراحه، بحس ان هي حاجه بتبقى شكلها لذيذ في الاس يو فيز. عندنا كمان تفصيله مختلفه عن الجنريشنز اللي قبل كده، وهي الاوكر. الاوكر موجوده هنا عشان تساعد الايروداينامكس، مش بارزه لبره. عاده في البي ام دبليو المرايات الاوكر بتبقى بارزه لبره، لكن هنا هي موجوده تحس ان هي مدفونه نوعا ما، فده بيساعد اكتر في الايروداينامكس بتاعت العربيه. دلوقتي هنتكلم على الباك بروفايل واخر بروفايل في العربيه. عندنا طبعا التكمله وبقيه الماونت او السبويلر اللي موجود الخفيف قوي. عندنا برضو بقيه تفاصيل جلوس بلاك موجوده هنا، وموجوده هنا في الرفرف من تحت. وعندنا الديفيوزر اللي لونه حلو قوي، وطبعا دولت المفروض يعني يبقوا فتحات الاكزوست الفيك، بس هنا مفيش فتحات اكزوست اطلاقا، ولا فيك ولا غيره. وعندنا التيل لايتس او الفوانيس الخلفيه اللي موجوده بشكل 3 دي
وبارزه من الجنب، شكلها بصراحه شيك جدا وحلو قوي. يعني بي ام دبليو عمالين بيبدعوا بصراحه فيس ليفت عن التاني في موضوع الفوانيس اذا كانت الاماميه او الخلفيه. عندنا اللوجو بتاع بي ام دبليو وازاز مايل نوعا ما، هنشوف هل هيضايقنا في موضوع ان احنا نبقى شايفين واحنا سايقين ولا لا. وطبعا الازاز تنتد بدرجه فيميه خفيفه شويه زيه زي الازاز اللي موجود في الكنبه اللي ورا. وطبعا عندنا اكس 1 وهو موديل العربيه، وعندنا التفصيله اللي احنا اتكلمنا عليها في البرفورمانس، وهي ان العربيه اس درايف، معناها ان هي دفع امامي. والعربيه ده 18 اي زيها زي بالظبط ال 118 بس الاس يو في فيرجن من ال 118. وعندنا كمان تفصيله الكاميرا اللي موجوده ورا، طبعا نقائها كويس جدا، واحنا في التست درايف هنقدر ان احنا نوريكم اكتر نقاء الكاميرا. وعندنا السنسورز الخلفيه او الحساسات الخلفيه. هندخل دلوقتي على المرحله اللي تخص اكتر موضوع العمليه، وهل العربيه ده عائليه ولا لا، وهو متلخص في شنطه العربيه. شنطه العربيه في البي ام دبليو الاكس 1 هي عباره عن 540 لتر، ودي مساحه كبيره جدا مقارنه بالمنافسين. مساحه شنطه العربيه بتاعت الاكس 1 اكبر من الجي ال اي واكبر من الكيو 3، فيعتبر اكبر من اهم المنافسين ليها. شنطه العربيه طبعا شيك جدا ومتبطنه كلها من كل النواحي، وعندك مخرج 12 فولت موجود في الجنب، وعندك مساحه تخزين موجوده تحت، وشبك موجود هنا، حاجات الاعتياديه في اي شنطه عربيه. وعندك حته هارد بلاستيك عشان الحاجه تقدر تتزحلق بكل سهوله. فدي كانت كل التفاصيل. طبعا تقدر تشيل ديت لسعه تخزين اكبر، وممكن تنيم الكراسي اللي موجوده في الكنبه الخلفيه، ولكن طبعا ما فيش زرار. معظم العربيات بيبقى فيها زراير موجوده في الجنب عشان تنيم الكراسي بطريقه اسهل. هنا انت بتضطر انك انت تدخل وتنيمهم من الباب اللي ورا. واخر تفصيله عندنا ان شنطه العربيه كهرباء، فبالتاكيد هتقدر تفتحها وتقفلها بكل سهوله. دلوقتي هندخل على الانتيرير بتاع البي ام دبليو. الانتيرير بصراحه في بي ام دبليو عامه، انا يمكن عملت ريفيو على كذا عربيه بي ام دبليو، وبصراحه بيتطور بطريقه رهيبه. واللي عاجبني ان هو مش ما بيقلدوش حد، ومش واخدين مثلا ستايل مرسيدس او حاجه، هم واخدين شخصيه مختلفه تماما. فبصراحه الموضوع ده عاجبني جدا. عندنا اول حاجه وهو الكرسي مريح جدا، وبصراحه حاسس الكرسي يعني قلب اكتر على باكيت سيت. انا يمكن في سبورت كده في الجناب موجود، شكله تحس ان العربيه رياضيه جدا. وعندنا الهيد ريست، طبعا الكرسي يعني مريح وطري جدا. وعندنا برضو في الاكستنشن اللي هو موجود بتاع الطيارات الغريب ده موجود تحت الرجل، ده المفروض بيبقى سبورت للركبه، فالموضوع ده لذيذ جدا. عندنا تاني تفصيله وهي الطاره طريه جدا، والطاره طبعا عشان ام باكج فالطاره ام شكلها شيك. عندنا الناحيتين بتوع التحكمات طاره مالتي فانكشن. طبعا الناحيه الشمال بتبقى متحكمه اكتر في موضوع سبيد ليميتر وكروز كنترول، فده وحده التحكم عشان الديجيتال كلاستر او العدادات الديجيتال اللي قدامنا. والناحيه الثانيه متحكمه اكتر في الانفوتينمنت سيستم او السيستم بتاع العربيه اللي هو اي درايف. بما اننا اتكلمنا برضو على الكراسي، انا حابب اقول ان الكرسيين مساج. انا برضو الموضوع ده ابهرني بصراحه. حسيت ان العربيات في الفئه ديت هي العربيه لوكسجري وكل حاجه، بس حسيت ان هي ديت اول فئه في بي ام دبليو. فالكراسي اللي عندنا ديت مساج. وعندنا برضو ميموري، الكرسي ده موجود فيه اوبشنز الميموري موجوده في جنب الباب، وعندك السنتر لوك. فاحنا برضو هنوريكم ازاي بتقدروا تتحكموا في موضوع المساج من الانفوتينمنت سيستم. عندنا البادل شيفترز اللي موجوده بشكل شيك جدا ورا الدريكسيون، شكلها حلو قوي. ولو ركزنا هنلاقي فيه ستيتشز باللون الابيض في كل حته. وطبعا جنب الباب سوفت تاتش والخامات كويسه جدا. عندنا التحكمات بتاعه المرايات والشبابيك، ومقبض الباب اللي هو بتشد منه الباب اللي في الجنب ده، يعني هو اي نعم طاير بس ماسك نفسه، مفيش اي تزييق. وعندنا الاوكرا شكلها مختلف وشكلها لذيذ جدا باللون الكروم، بترد على الكروم اللي موجود في المقبض اللي احنا قلنا عليه. وطبعا عندنا امبيانت لايت. طبعا بي ام دبليو بقت مشهوره مؤخرا بموضوع الامبيانت لايت ده، موجود في جنب الباب وجنب الباب الثاني، وموجود عندنا في التابلو قدام هنا. عندنا وايرلس تشارجر موجود برضو بحزام كده للموبايل عشان ما يتحركش، وحواليه امبيانت لايت شكله شيك جدا. والكونسول اللي في النص ده موجود برضو باللون الجلوز بلاك، بيفكرني قوي بمرسيدس الحته ده. عندنا برضو الفريم بتاع التكييف كله جلوز بلاك. بصراحه استعملوا الجلوز بلاك والكروم بطريقه شيك جدا، مزيج حلو، والغالب فيه هو الجلوز بلاك او اللون الاسود اللامع ده، حاجه شيك جدا. عندنا فتحات تكييف، يمكن دي غريبه شويه مش هنلاقيها في اي عربيه. فتحه تكييف كبيره قوي منفصله بص على اللي بيسوق. وعندنا فتحه تكييف تانية، فتحس ان دول فتحتين التكييف بتوعك. وقدام الباسنجر سيت او الشخص اللي قاعد جنبك في فتحتين تكييف منفصلين برضو موجودين ليه. فكل الحاجات ديت لذيذه، وحاسس ان يعني الموضوع ده مختلف، مش في كل العربيات عاده بيبقوا الاثنين موجودين في النص.
ومنفصلين كل واحده باصه لناحيه. وعندنا ساوند سيستم طبعا كالعاده سماعاته متوزعه بطريقه كويسه جدا، وهو السماعات الهارمن، يعني برضو مشهوره جدا في بي ام دبليو، بتنزل في عربيات كتيره قوي. ستيتشز بصراحه شكلها شيك جدا، وعندها ستيتشز برضو موجوده في الستيرنج ويل او في عجله القياده. كل التفاصيل ديت كويسه جدا. عندنا 2 كاب هولدرز شكلهم برضو شيك ومعمولين بحوائي زي فريم لونه كروم. وعندنا فتحتين مخرج يو اس بي للشاحن. وعندنا مساحه تخزين موجوده تحت، وعكس عربيات بي ام دبليو بصراحه اول مره اشوف الكونسول اللي هو التاير ده. فعندنا الكونسول اللي فيه وحده التحكم كلها، عندنا الفتيس شيفت باي واير موجود هنا، بتقدر تتحكم فيه بكل سهوله، فشكله لذيذ. وعندنا ستارت ستوب انجن في مكان غريب جدا، وهو في الطرف بتاع الكونسول اللي طاير. وعندنا برضو على يمينه هو الانتظار. وعندنا يعني اوبشن انك انت تجيب الكاميرات اللي احنا نوريها لكم بتاعه العربيه. وعندنا انك انت تغير مود العربيه ولين كيب اسيست. وعندك انك تتحكم في الانفوتينمنت سيستم من هنا، تغير الاغاني. وعندك الهاند بريك كالعاده، فدي وحده التحكم اللي انت محتاجها. وعندنا اوبشن انك انت تعلي وتوطي موجود برضو في الكونسول، ده تاني طريقه تقدر تعلي وتوطي بيها غير من الطاره المالتي فانكشن. ف يعني دي اكتر كل حاجه في العربيه من جوه. لو اتكلمنا على مساحات التخزين، عندنا مساحه تخزين موجوده في الجنب يمكن صغيره شويه وطبعا مش متبطنه. وعندنا مساحه تخزين موجوده تحت، دي بتفكرني اكتر بالعربيات الصيني بصراحه. الجي سي امباو والعربيات ده بقت اكتر بتميل ان هي يبقى فيه مساحه تخزين موجوده تحت، وبيضحوا بحته الكونسول اللي بيبقى في النص دوت بيفرغوا منه حتت. ده طبعا مساحه تخزين موجوده الناحيه الثانيه. وقدام الباسنجر سيت موجود مساحه تخزين لا باس بها برضو، يعني اكيد مش متبطنه ولكنها مساحتها كويسه. فكعمليه العربيه كويسه جدا من ناحيه الحاجات اللي انت محتاجها. وكمان تفصيله برضو هي الانوار اللي موجوده، بتقدر تتحكم فيهم بطريقه سلسه جدا، تاتش، معمولين بفريم جلوس بلاك شكله شيك قوي. وفي نفس الوقت في وحده التحكم بتاعه السقف تقدر تفتحه بتكه. طبعا بانوراميك سان روف عملاق واصل لغايه ورا، هنشوفه لما نرجع للكنبه اللي ورا. وبتكه زرار تانية تقدر تفتح نص الازاز يدخل لك شمس وهواء. وعندنا قوايم العربيه والسقف معمولين بقماش شكله شيك قوي ولونهم اسود. بصراحه مهدي تفاصيل العربيه جوه. دلوقتي بقى تعالى يا احمد وندخل على الانفوتينمنت سيستم بتاعه العربيه، عشان في تفاصيل كتير قوي محتاجين نتكلم فيها. دلوقتي هنتكلم على الشاشات والانفوتينمنت سيستم. اول حاجه هنتكلم عليها العدادات، وهي في شاشه 10 وربع انش اللي موجوده قدامنا، العدادات الديجيتال. والشاشه بتاعت الانفوتينمنت سيستم اللي قدامنا ديت هي 10.7 انش. زي ما اتكلمنا على نقاء الكاميرا اللي ورا، زي ما احنا شايفين كاميرا نقيه جدا وريسبونسيف وما فيهاش لاج. وعندنا ستارت ريفرسنج اسيستنت، ده بيبقى اوبشن بيشوف اخر حاجه انت مشيت فيها، ومجرد ما بتدوس عليه بيبتدي يرجع كانه اوتو بايلوت، بتجيب بس العربيه على الار وهي بتتحرك لوحدها. وعندنا البارك اسيست فيو بيوريك برضو لو في حاجه حواليك. وعندنا بانوراما فيو، ده جايب لك برضو الكاميرا اللي ورا. عندنا السيتنجز بتقدر تظبط منها كل حاجه. بصراحه الانفوتينمنت سيستم سلس جدا، دي كل الحاجات اللي انت محتاجها. وعندك اوبشنز فوق يا اما اول يا اما انفوتينمنت بس، اللي بتبقى ابل كار بلاي. العربيه ديت فيها طبعا ابل كار بلاي واندرويد اوتو وايرلس. وعندنا تختار الفيكل، وبتقدر تظبط من الفيكل كل حاجه انت محتاجها، زي الاكستيرير النور اللي موجود بره في الاكستيرير، والانتيرير اللي هو الامبيانت لايت بشكل اكبر. وبتقدر برضو تتحكم في الانوار اللي موجوده ورا، يعني اقدر من مكاني اشغل الريدنج لايت اللي موجود في الكرسي اللي ورايا او الكرسي اللي قدامي، عشان لو حد نزل من العربيه ونسيه الحركه ده بتبقى بايخه قوي. عندنا امبيانت لايت، بتقدر تغير الالوان وبتقدر تظبط مدى علو النور عشان وانت سايق بالليل ما يبقاش مزعج. عندنا الكوكبيت او اللي هي المقصوره الداخليه، يعني الاضاءه بالليل بتبقى عامله ازاي. في كل التفاصيل ديت لذيذه جدا بصراحه. انفوتينمنت سيستم من الانفوتينمنت سيستمز اللذيذه، زيه زي ام بي يو اكس بالنسبه لي في مرسيدس، انا طبعا هميل لمرسيدس. عندنا السيت كومفورت، ده اللي بنقدر نتحكم منه في المساج. عندنا ده الدرايفر سيت، وده الفرونت باسنجر الكرسي اللي جنبنا. تقدر تدخل على المساج بكل سهوله، ومجرد ما بتشغل المساج بيشتغل بكل سهوله. عندك 4 وضعيات للمساج، وعندك مساج ليفل. فبصراحه كل حاجه شيك جدا ولذيذه. والتكييف طبعا اسهل ما يمكن بتقدر تتحكم فيه، وموجود برضو شورت كات ليه موجوده هنا زي ما احنا شايفين. ده الانفوتينمنت سيستم باختصار. وبرضو بتشوف العربيه وهي ماشيه، وبيوريك النيوتن ميتر، انت مستهلك نيوتن ميتر قد ايه في دوستك وكل الكلام ده. وبيوريك النيوتن ميتر كانه عداد. فكل الحاجات دي بصراحه لذيذه جدا. دلوقتي هنتكلم على الشاشه اللي هي هتبقى قدامك، اللي هي العدادات الديجيتال. طبعا انت عندك 3 وضعيات اللي هم البيرسونال والسبورت والافيشنت، او 3 مودز يعني بمعنى اصح. ولما نغير سبورت هنلاقي الديسبلاي اتغير كالوان،
والطاره تقلت وكل الحاجات اللي احنا عارفينها في التست درايف ده هنتكلم عليها اكتر واكتر. وعندنا طبعا سبيد ليميتر، وعندنا كروز كنترول، تقدر انك تظبط كل حاجه بكل سهوله زي ما احنا شايفين. سبيد ليميتر موجود تحت، فبصراحه الموضوع سلس جدا. وعندنا برضو لو جربنا مود تاني زي مثلا الافشنسي او الافيشنت، هنلاقي برضو الالوان اتغيرت والدنيا هديت تماما. فكل الحاجات ديت برضو بتقدر تتحكم. عندك ابل كار بلاي موجود هنا بكل سهوله، وبتقدر انك انت تغير شكل الكونتنت او الحاجات اللي انت محتاجها. فالموضوع سلس جدا بصراحه. وعندك نافيجيشن بيجيب لك الماب برضو لو انت مشغل موضوع المابس. فانا بصراحه بحب اللي هو الكونتنت الهادي دوت، اللي هو يبقى جايب لك الار بي ام وكل الحاجات اللي انت محتاجها. وعندك عداد البنزين تحت، وحراره العربيه موجوده على اليمين. فبصراحه انفوتينمنت سيستم وكانيميشنز موضوع هايل جدا، ريزولوشن نقي جدا، وشاشات كويسه جدا. ودلوقتي هنرجع للكنبه اللي ورا ونتكلم على مساحه الرجل. انا بصراحه منبهر جدا. هم تقريبا طولوا العربيه في الجنريشن الجديد. انا مش مستوعب ان انا راكب الاكس 1 بصراحه وفي مساحه الرجل دي كلها. يعني زي ما احنا شايفين، انا يمكن زي ما قلت قبل كده انا طولي متر حاجه و80، ومساحه الرجل مهوله، واقدر ان انا اقفل رجلي بكل سهوله. والموضوع يعني مفيش اريح من كده. نفس الماتيريالز اللي مستعملينها قدام هي اللي مستعملينها ورا في الكنبه، فالكنبه اريح ما يكون. الكنبه اللي ورا والمساحه بصراحه ورا يعني مبهره بطريقه مرعبه. يعني اول حاجه كمان الهيد روم او مساحه الراس كبيره جدا. انا برضو يعني توقعت ان اكس 1 الدنيا هتبقى ضيقه عشان دي اصغر اس يو في على الورق من بي ام دبليو، ولكن الموضوع مش كده خالص. لو اتكلمنا على الماتيريال اللي ورا، الماتيريالز اللي مستعملينها ورا بصراحه ابتدوا يسترخصوا، ورجعنا تاني للهارد بلاستيك. عندنا السماعات موجوده ورا بشكل شيك جدا. مفيش امبيانت لايت ورا. عندنا الاوكر، نفس الاوكر اللي موجوده قدام، نفس المقبض اللي انت بتشد منه الباب، والحته ديت سوفت تاتش عشان الكوع، فدي حاجه كويسه جدا. في ستيتشز على الهادي خالص موجوده في الكنبه باللون الاحمر، وعشان الكنبه لونها احمر فالستيتشز ما بتبقاش باينه قوي، ولكنها تفصيله دقيقه شويتين. ويمكن نقدر نلاحظها اكتر التفصيله ديت في الهيد ريست اللي موجود. هتقدر تشوف التطريز اللي موجود. ولو نزلنا الكاب هولدر اللي موجوده، طبعا كاب هولدر يعني كويسه جدا، اسفنجيه ومريحه جدا للكوع. عندنا الاثنين كاب هولدر. ده المخدع بصراحه طري جدا، فكمساحه تشيل يعني 3 اشخاص مستريح نوعا ما. يعني ممكن مثلا شخصين كبار وشخص نوعا ما وزنا وحجما اقل شويه. عندنا نفق فتيس مش كبير قوي ومش صغير قوي، يعني نفق فتيس لا بأس به. وعندنا برضو مساحه تخزين موجوده قدام، وموجود 2 مخرج تكييف، وعندنا 2 مخرج يو اس بي تايب سي. ومساحه تخزين موجوده في الجنب، يمكن صغيره شويه بس تشيل ازازه لتر او اصغر من لتر بحاجه بسيطه، ومساحه نوعا ما صغيره شويه. ولو بصينا على السان روف، الجزئيه اللي احنا اتكلمنا فيها، انا واخد نصيب الاسد بصراحه من السان روف. انا شايف فيو رهيب. يعني السان روف بيخلص تقريبا او ما بيخلصش، هو تقريبا بيخلص مع دماغي، مع اخر دماغي خالص. فانا شايف فيو رهيب، وبيفتح نصه بس، فبتبقى برضو داخل لك هواء وشمس. البانوراميك سان روف بصراحه تفصيله لذيذه جدا وصايعه جدا للناس اللي قاعده في الكنبه اللي ورا. وكمان تفصيله ان انت عندك ريدنج لايتس، برضو دي تفصيله بتبقى موجوده في اغلب العربيات دلوقتي للناس اللي قاعده ورا. عندك واحد هنا وواحد هناك. دلوقتي هندخل على التست درايف واخر مرحله. طبعا لازم الحزام لازم الحزام اول حاجه. ودلوقتي هنبتدي نسوق العربيه على الافيشنت مود، او اللي هو المفروض المود الايكونومي اكتر. يعني نشوف بقى استجابه الطاره والعربيه وهي ماشيه، واحنا ماشيين على سرعات خفيفه. العزل داخل الكابينه، احنا دلوقتي بنتكلم على سرعه 70-80 يعتبر. العزل كويس جدا. يعني عمالين بنحاول نعلى بالسرعه واحده واحده عشان نقدر نشوف هل العزل هيبقى عامل مشكله ولا لا. دلوقتي بقينا في 100، بنعلى شويه اكتر. انا يمكن بس هو فعلا كعاده معظم الناس لما بتتكلم على بي ام دبليو بيبقى في دايما فرق ما بين المرايات والازاز، ده بيبقى عامل صوت دوشه شويه. ولكن غير كده بصراحه العزل يعني تحفه. وموضوع ان العربيه الهيد روم اللي احنا اتكلمنا عليه ده كبير، بحسس انها سايق فعلا اكس 5 او حاجه اكبر بكتير قوي من الاكس 1. فدي نقطه بصراحه مميزه جدا. والطاره طبعا شيك، طاره ام، يعني بصراحه مفيش اميز من كده. جايبين 120، انا مش سامع صوت اي حاجه ولا سامع صوت الاسفلت. الدنيا هاديه جدا جوه العربيه. فبصراحه العزل ابهرني. يعني بي ام دبليو كده كده، يعني حتى لو انتري ليفل بي ام دبليو هي بي ام دبليو. فالموضوع ده بصراحه يحسب لهم. حتى مرسيدس
الالمان ما بيهزروش في الحاجات دي. هنجرب دلوقتي ندوس اكتر على الافيشنت مود، نبتدي نديها دوسه جامده كده نشوف. انا جبت كده اخر الدواسه. يمكن برضو في تعليق ان الفرامل حساسه جدا في العربيه ديت، انا ما اعرفش الناس هتفهم قصدي ولا لا. يعني عاده بحس ان في معظم العربيات بيبقى فيه براحه انك انت تدوس دوسه وتنزل برجلك، انت دي مجرد ما بتلمس الفرامل بحس فرامل تاتش، يعني مجرد ما بتدوس فرامل العربيه بتكلبش. فدي حاجه يعني هتصدم اي حد بيسوقها لاول مره. انا شخصيا لما جيت اجرب اسوق العربيه قبل التصوير حسيت اللي هو كنت كل ما بفرمل العربيه بتترج بيا، فدي نقطة برضو حاسس ان المفروض الناس تبقى واخدة بالها منها. دلوقتي هنغير المود ونجرب سبورت مود ونشوف العربية وهي بتجري اكتر ونشوف ايه التغييرات اللي هنسمعها. ومعلومة برضو زيادة عشان الناس لازم تبقى عارفاها، ان اغلب صناع العربيات بيحطوا سبيكرز جوه العربية. ممكن عربية 3 سلندر زي ده تحس ان هي فيها ايه، في حاجة من ريحة ال6 سلندر او ال8 سلندر وتطلع لك صوت بقى جوه الكابينة، فده بيبقى عن طريق السبيكرز. فحتى بي ام دبليو بقت بتعمل كده، بيسموه الايكونيك ساوند او ايكونيك فويس حاجه كده، تبقى دي اللي هي بتطلع لك صوت اعنف بكتير قوي من الموتور. فدي حاجه موجوده في العربيه عشان لو سمعنا صوت العربيه عالي شويتين 3. فسبورت مود طبعا التغييرات الاعتياديه جدا، الطاره بتتقل، مفيش اي تغيير بيحصل في السسبنشن، احنا في عربيه انتري ليفل فالتعليق ما بيتغيرش فيه اي حاجه تماما، واللي بيبان بس هو صوت السبيكرز ده بيعلى معانا وبنسمع صوت الموتور اكتر واكتر. فدي التغييرات اللي ممكن تفرق مع الناس على السبورت مود. وبس دي التغييرات باختصار اللي بتحصل في السبورت مود. فدلوقتي هنبتدي ندوس على سبورت مود. فتيس مختلف بصراحه عن العربيات الثانيه، انا الاشهر بالنسبه لي هو فتيس الزد اف. زي ما سامعين صوت الموتور طبعا عالي جدا، موتور 3 سلندر. الناس دايما بتشتكي ان ال3 سلندر اللي كونه ان هو بيبقى فيه هزه لان هو مفيش اتزان. عاده المواتير بتبقى ارقام زوجي، 4 سلندر 6 سلندر 8 سلندر لاخره لحد 16، فاللي معانا ده 3 فيبقى دايما فيه هزه ال3 وال5. فانا مش حاسس بالهزه ديت بصراحه. 3 دايما بينزل في العربيات الموفره، ولكن هنا هو 3 واداؤه كويس نوعا ما. هو نعم 135 حصان ولكن الاداء كويس. احنا دلوقتي دايسين على سبورت مود. بصراحه استجابه الدواسه كويسه جدا، يعني العربيه فعلا سبورتي، احساسها بي ام دبليو. اي نعم الفتيس دي سي تي مش زد اف، ولكن برضو بصراحه اداؤه كويس جدا ونقلات سموث ومريحه. العربيه مايله اكتر للراحه والرفاهيه اكتر من ان هي حاميه، مش زي مثلا ال 330 اللي احنا عملنا عليها ريفيو قبل كده، واكيد مستحيل تكون زي الاكس 7 ام 50 اللي احنا عملنا عليها ريفيو قبل كده برضو. العربيات ديت مفتريه بجد، هي مش عربيات عاديه ما شاء الله، وعربيات معديه ال 2000 سي سي والحاجات بتبقى 4000 سي سي وحاجات مجنونه كده. يمكن 330 كانت 2000 سي سي، بس بصراحه من اجمد ال 2000 سي سيات اللي انا سوقتهم في حياتي، يعني الموتور كان قوي جدا. العربيه على سبورت مود طبعا ما فيش اي تعليق. هي كانت على افيشنسي برضو العزل كويس، فبالتالي على سبورت نفس الكلام. ما فيش تغيير على السسبنشن، يعني في السسبنشن يذكر، فبالتالي مش حاسس ان هيبقى في نقطه كبيره نقدر نتكلم عليها في حته السسبنشن. الطاره تقلت واستجابتها كانت كويسه جدا. في الملفات العربيه برضو بتستجيب بطريقه لذيذه جدا، ما بتحسش بوزن العربيه، رغم العربيه تقريبا وزنها هيبقى 1.5 طن على حد ما انا فاكر، فما بتحسش بوزن العربيه خالص. عربيه عمليه جدا كديلي درايف او كعربيه يوميه، دي انسب حاجه ليها. احنا جربناها على وضعيتين القياده. دلوقتي هندخل لامتع والذ تجربه، وهي تجربه اللونش كنترول. احنا قلنا العربيه بتجيب من 0 ل 100 في 9 ثواني فاصل 2 من 10، فهنجرب ونشوف العربيه بتجيب من 0 ل 100 في كام. جهزنا كل حاجه لللونش كنترول. هنهدي التكييف بس خالص عشان برضو بيأثر شويه في اللونش كنترول. دلوقتي نشوف العربيه 135 هورس باور و230 نيوتن متر، فهنشوف المفروض بتجيب من 0 ل 100 زي ما قلنا في 9 ثواني فاصل 2 من 10. يلا بينا. يعني النقلات كويسه، العربيه فركت بصراحه، ما استجابتش في الاول قوي. يعني انا اول دوسه ده كان فيها تاخير، احنا دلوقتي عدينا ال 100. اول دوسه ده كان فيها تاخير، انا جبت اخر الدواسه وحسيت ان العربيه ما كانش بيتحرك فيها اي حاجه، يعني الار بي ام كان لسه بيعلى، فحاسس ده لج غريب شويه. يعني عاده اللونش كنترول ببقى محتاج اسرع استجابه ممكنه، والعربيه على سبورت مود كمان، فلونش كنترول لذيذ. العربيه بصراحه على سرعات يعني متماسكه جدا، الطاره كويسه جدا، بالذات على سبورت مود ان هي تقيله مع السرعات، ما بتحسش ان العربيه خفيفه اطلاقا. فدي برضو كانت واحده من مميزات العربيه. احنا اتكلمنا في اول الفيديو على منافسين العربيه، قلنا عندنا الكيو 3 ودي الاكثر انتشارا في مصر تقريبا. انا يمكن كل شارع بمشي فيه بلاقي كيو 3.
وعندنا برضو الاكس سي ال 40 من فولفو، وعندنا الجي ال اي والجي ال بي، بس الجي ال بي مش موجوده في مصر خالص، يعتبر عددها قليل جدا. فبرضو قولوا لنا تختاروا ايه على البي ام دبليو، ولا تختاروا البي ام دبليو على المنافسين. انا وجهه نظري بصراحه البي ام دبليو بتقدم حاجات كتير قوي مش عند المنافسين، فانا لو في السيجمنت ده هبص على بي ام دبليو وهركز معاها جدا، عشان موضوع شنطه العربيه اللي احنا اتكلمنا عليها، وعشان حته الاداء واستجابه الفتيس وراحه تجربه القياده. بصراحه كل الحاجات ديت، وعزل الكابينه وحجم الكنبه اللي موجوده ورا مع شنطه العربيه، كل الحاجات ديت مخليها بصراحه يعني من اكتر العربيات المؤهله في فئتها انها تبقى عربيه عائليه، وشكلها في نفس الوقت اليجنت وشيك كده، وعربيه الماني يعني. فدي كانت كل حاجه. انتوا كنتوا معانا في ريف لاين، وانا كنت محمد الزيات. قولوا لنا رايكم في الفيديو في الكومنتس، وقولوا لنا عايزين نجيب عربيات ايه تاني. ودي كانت كل حاجه، وده اكيد مش اخر فيديو. سلام.